السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو سام. عود أحمد بعد فترة انقطاع كبيرة جدا وشهور كتير قوي، فقولوا لي عود أحمد وادعوا لي إن شاء الله ما يكونش في أي انقطاعات تانية. أنا مش عارفة ليه حاسة إن الموضوع بقى تقيل على قلبي إن أنا أقعد وأعمل فيديوهات وأسجل وهكذا. بس ادعوا لي يا جماعة إن شاء الله ما يكونش في أي انقطاعات تانية ونفضل على طول شغالين، وتفضل على طول في فيديوهات جديدة بتنزل ومحتوى جديد بينزل. ويعني شجعوني بقى، يعني حسسوني ان احنا مستاهله ان احنا فعلا نقعد نعمل فيديوهات، وان الناس بتستنى الفيديوهات، او ان حتى الفيديوهات دي بتفيد اي حد. فشجعوني وخلوني يعني استمر كده ونكمل، وان شاء الله ما يكونش في فتره انقطاعات تانية. طيب فيديو النهارده هيكون عن ايه؟ بمناسبه ان احنا داخلين على العيد، ففي اضحيه، وبالتالي كل الناس محتاجه ديب فريزر. دورت على القناة ما لقيتش عندنا فيديوهات عن الديب فريزر غير الديب فريزر الرأسي او الديب فريزر الادراج، وما لقيتش عندي خالص على القناة اي فيديو خاص بالديب فريزر الافقي. وخصوصا ان دلوقتي الاسعار بقت غالية جدا، ففي ناس كتير قوي مش مقتدرة ان هي تجيب الديب فريزر الرأسي او الديب فريزر الادراج، فبنلجأ للحل التاني هو الديب فريزر الافقي. ففيديو النهاردة ان شاء الله هيكون فيديو شامل وكامل عن الديب فريزر الصندوق او الديب فريزر الافقي. انا رحت مكان ما عارض انواع كتير جدا من الاجهزه او انواع كتير جدا من الديب فريزر، وصورت لكم الديب فريزرات باسعارها بشكلها على الطبيعه وهكذا عشان تحسوا كانكم داخل المعرض. لكن خلينا نعمله في فيديو منفصل. فيديو النهارده هنتكلم عن الديب فريزر والحاجات الخاصه بيه زي كل فيديو بنعمله. والفيديو الجاي ان شاء الله اللي هينزل بعد ده على طول هو تصوير داخل المعرض لانواع من الديب فريزرات واسعارها والمواصفات بتاعتها ايه وشكلها عامل ازاي. طيب هنتكلم في ايه في فيديو النهاردة؟ ملخص فيديو النهاردة هيكون فيه 4 نقط. النقطة الأولى ايه هي عيوب ومميزات الفريزر الأفقي. 2، معايير اختيارنا أو ايه الحاجات اللي اخد بالي منها وانا راح اشتري الديب فريزر الصندوق. 3، ترشيحات لأفضل الأنواع. والنقطة الرابعة والأخيرة هتكون ازاي نستخدم الديب فريزر بتاعنا ده صح من أول ما نشتريه عشان نحافظ عليه وعشان يوصل معانا لأطول عمر افتراضي ممكن. دي كده النقط اللي هنتكلم فيها في فيديو النهارده ان شاء الله. لو حاسه ان كلامنا في النقط دي ممكن يفيدك فيا ريت تكملي معايا الفيديو للاخر، ومتنسيش في الاخر تقولي لي رايك في الفيديو، سواء بعجبك فتقولي لي ليه، او ما عجبكيش فاعملي لي ديسلايك وقولي لي برضو ليه، عشان ناخد بالنا من الاخطاء دي ونتفاداها في الفيديوهات اللي بعد كده. خلينا بقى نبدا الفيديو. اول نقطه هنتكلم فيها هتكون ايه هو عيوب ومميزات الديب فريزر الصندوق او الديب فريزر الافقي. خلينا الاول نبدا بمميزاته. اول ميزه فيه ان هو موفر شويه للكهرباء عن الديب فريزر الادراج او الديب فريزر الرأسي. ليه؟ لان اغلب الديب فريزرات الصندوق بتكون فيها خاصيه الدي فروست، او ان هي بتكون تلج. اما الفريزر التاني اللي هو الفريزر الرأسي فاغلبها، اغلب الانواع مش كلها طبعا، اغلبها بيكون فيها خاصيه النو فروست اللي هي ما بتكونش تلج، بالتالي بيكون فيها زي سخانات كده بتسيح التلج، فده بيستهلك كميه كهرباء اكبر. اما ديب فريزر الصندوق ما فيهوش الامكانيه بتاع تسيح التلج، بل هو بيكون تلج، ولذلك استخدامه للكهرباء بيكون بكميه اقل من الديب فريزر الرأسي. الميزه التانية ان سعره اقل من الديب فريزر الرأسي. تالت حاجة ان مساحة التخزين فيه بتكون اكبر، بمعنى ان انت تقدري تخزني فيه حاجات اكتر بكتير جدا من اللي ممكن تخزنيها في الديب فريزر الرأسي. اما لو بصينا للعيوب بتاعة الديب فريزر الافقي فهنلاقي ان اول عيب فيه ان هو بيحتاج مساحة كبيرة. طبعا عشان هو افقي فبياخد مساحة اكبر من الديب فريزر الرأسي اللي بيكون قائم كده واخد مساحة صغيرة. والمشكلة دي بتكون بالاخص عند الناس اللي الشقق بتاعتها ضيقة، فبيواجهوا مشكلة في فكرة ان هم هيحطوا الديب فريزر الافقي او الديب فريزر الصندوق ده فين. العيب التاني هو تكوين التلج. زي ما قلنا ان الديب فريزر الافقي ده الخاصية بتاعته اللي هو الدي فروست اللي هو بيكون تلج. والحقيقة ان وجود تلج ده يعتبر ميزة وعيب. ايه الميزة من وجود تلج؟ الميزة ان الديب فريزر بيفضل محافظ على درجة التبريد اللي فيه لأطول فترة ممكنة، وده بالأخص للناس ان الكهرباء بتقطع عندهم بشكل متكرر، بدل ما كل شوية الحاجات تسيح وهكذا. وفي بعض الأماكن ممكن المدة اللي الكهرباء قطع فيها تطول جدا، فبدل ما يحصل مشكلة والأكل يبوظ أو حاجة، فهو الفريزر ده بيحافظ على درجة التبريد لأطول فترة ممكنة. العيب بقى اللي هو طبعا صعوبة التنظيف، وان احنا كل شوية لازم، يعني كل فترة لازم نفصل الديب فريزر ونسيح التلج وهكذا. تالت عيب وهو ان الديب فريزر ده الى حد ما مش منظم، يعني بنحط الحاجات كلها فوق بعضها، لو احتاجنا نجيب حاجة من تحت نضطر نشيل كل اللي فوق عشان نجيب الحاجة من تحت وهكذا. بعض الناس بدأت تشوف حل عشان يحلوا المشكلة دي، فبدأ الناس تجيب زي سلة كده أو منظمات يحطوها جوه الديب فريزر
يعني يرصوا فيها الحاجات حسب احتياجهم. لكن برضو تظل من عيوب الديب فريزر الصندوق هو موضوع عدم التنظيم، خصوصا لو محتاجين حاجة من تحت فمضطرة ان انتي تشيلي كل الحاجات اللي فوقها حتى لو حاطة منظمات. العيب الرابع والاخير هو صعوبة التنظيف. طبعا الديب فريزر الرأسي سهل جدا ان احنا نفصله ونشيل الادراج ونغسلها وهكذا ونرجعها. اما الديب فريزر الافقي فبيكون شوية في صعوبة للتنظيف، وبالاخص للناس اللي عندها مشكلة في ظهرها او بتعاني من الام الظهر، فالموضوع بيكون بالنسبة لهم صعب جدا في التنظيف، خصوصا كمان ان احنا بنضطر ان احنا نسيح التلج وهكذا وناخده مثلا لمكان ينفع ان احنا ننزل فيه المية اللي هتنزل من سيحان او من ذوبان التلج ده، فالموضوع بيكون شوية فيه صعوبة في التنظيف. ده كده كان الجزء الخاص بمميزات وعيوب الديب فريزر الأفقي. ونقدر نخرج من المقارنة دي بنقطة مهمة: اشتري ديب فريزر رأسي ولا اشتري ديب فريزر أفقي؟ لو في قدرة مالية ان احنا نشتري الديب فريزر الرأسي هيكون افضل طبعا، هيحافظ على المساحة، كمان سهل جدا في التنظيف ومنظم شوية. طيب لو مفيش امكانية مادية مش هنوقف نفسنا خالص وهنفضل مستنيين طول عمرنا ان احنا نجيب الديب فريزر الرأسي، لا خالص، هنجيب الديب فريزر الأفقي ونحاول ان احنا بقدر الامكان ننظمه ونتجنب العيوب اللي فيه ونستغل المميزات الموجودة فيه. وده بالاخص كمان الفتره دي لان الاسعار كل يوم بتزيد، فما نستناش ان احنا يبقى معانا الفلوس بتاعه الديب فريزر الرأسي عشان نجيبه، لا هاتوا الحاجه المتاحه دلوقتي. النقطه التانية في فيديو النهارده هي معايير اختيارنا للديب فريزر الصندوق، او اخد بالي من ايه وانا راح اشتري الديب فريزر. طبعا الديب فريزر ده من الاجهزه الكبيره الموجوده في البيت، فاول واهم نقطه ان احنا نشتري ماركه ديب فريزر كويسه، والنقطه دي انا باكد عليها في كل الفيديوهات الخاصه بالاجهزه المعمره. اي جهاز معمر واي جهاز غالي ناخد بالنا كويس جدا من الشركة المنتجة، وخلي بالكم كمان ان مش كل الشركات كويسة في كل الاجهزة. يعني في شركات معينة معروفة ان هي كويسة جدا في الديب فريزر الرأسي، ممكن الشركة دي ما يكونش الديب فريزر الافقي بتاعها كويس. فاهمين قصدي؟ فانا عايزة اختار شركة كويسة جدا في انتاج الديب فريزر الافقي بالاخص. ناخد بالنا كمان اننا نشوف خدمات ما بعد البيع عند الشركة دي كويسة ولا لا، لان دي برضو نقطة مهمة جدا. الديب فريزر من الاجهزة اللي بتحتاج كل فترة صيانة، فضروري ان انا اخد بالي هل الشركة دي خدمات ما بعد البيع عندهم كويسة وحل الاعطال كويس ولا لا. وطالما اتكلمنا عن موضوع خدمات ما بعد البيع، عايزة الفت نظركم لحاجة: ان خدمات ما بعد البيع من شركة لشركة بتختلف حسب المكان. يعني حسب انت ساكن فين او حسب انتي ساكنة فين مكانك من مراكز الخدمة بتاعت الشركة دي. بمعنى مثلا انا ساكنه في المكان الفلاني، فالمكان ده قريب من الشركه او قريب من الاماكن بتاعه الصيانه بتاعه الشركه، فبيكون الاستجابه سريعه جدا والصيانه سريعه جدا، فالناس بتشكر في خدمات ما بعد البيع هنا. ممكن نفس الجهاز في محافظه تانية او في مدينه تانية تلاقي الناس بتشتكي من خدمات ما بعد البيع. فناخد بالنا كويس المكان اللي احنا ساكنين فيه هل في مراكز للصيانة ولا لأ، والناس اللي اشترت الجهاز ده في المكان اللي انا ساكنة فيه هل لما واجهوا مشكلة الشركة كان استجابتها سريعة ولا كان عندهم مشكلة. المعيار رقم 2: بصي على بطاقة كفاءة الطاقة اللي هي بتكون عبارة عن ستيكر كده ملزوق على كل الأجهزة الكهربائية، وشوفي استهلاكها للكهرباء قد ايه، او استهلاك الديب فريزر ده للكهرباء قد ايه شهريا. الديب فريزر طبعا من الأجهزة اللي ما بتتفصلش صيف وشتاء ايا كان مخزنين فيه حاجة او لا، فضروري ان احنا نجيب جهاز يكون استهلاكه للكهرباء قليل. وبالاخص في الفيديو ده انا قصدت ان انا اتكلم عن موضوع بطاقة كفاءة الطاقة لسبب ان في بعض الناس بتيجي في الشتاء ويقولك انا مش مخزن حاجات كتير قوي واصلا الجو برد فانا هفصل الديب فريزر، ونتيجة لكده بنلاقي ان الديب فريزر بتاعهم بعد كده بيبوظ. المواسير الداخلية الخاصة بالديب فريزر بتتخرم وبتبوظ، وده هيجيبنا لنقطة الكلام عن المواسير الداخلية الخاصة بالتبريد في الديب فريزر. وفي عندنا 3 أنواع من أنواع المواسير: عندنا مواسير نحاس ودي أفضلهم، تليها المواسير الألومنيوم، وآخر حاجة المواسير الحديد. أغلب الشكاوى بتيجي من المواسير الألومنيوم والمواسير الحديد. الشكوى العامة إن الناس بيفضل الفريزر شغال معاهم تمام جدا مفيهوش أي مشاكل، ولكن مجرد ان هما بيفصلوا الديب فريزر مثلا لفترة اللي هما مسافرين او هما مش مخزنين فيه حاجة يفصلوه ويجوا يشغلوه تاني يلاقوا حصل زي اخرام او حصل تسريب في المواسير دي، وبتحتاج بعد كده لحام. وعايزة اقول لكم ان اللحام بتاعها ما بيكونش حاجة كويسة، بيبقى اعطالها متكررة والموضوع بيبقى يعني شبه الديب فريزر باظ. عشان كده بقول لكم خدوا بالكم من موضوع بطاقة كفاءة الطاقة، لان الديب فريزر نعتبر ان هو مش هيتفصل لا صيف ولا شتاء، وحتى لو سافرنا مش هيتفصل.
الا بقى لو احنا جايبين ديب فريزر متاكدين ان هو كويس جدا، المواسير الداخليه بتاعته من النحاس، فمتاكدين ان هو حتى لو فصلناه فتره مش هيجرى له حاجه. غير كده يبقى احنا معتبرين ان الديب فريزر ده شغال صيف شتاء، مسافرين او موجودين، في اي حال من الاحوال ما ينفعش ان هو يتفصل عشان نحافظ على الديب فريزر نفسه. واقصد بموضوع الفصل ان هو يفضل مفصول فتره طويله، يعني يفضل راكنينه وفاصلينه فتره طويله، يعني مثلا شهر وهكذا. الناس اللي بتسافر مثلا وكده، فالموضوع بالنسبه لهم يبقى مقلق شويه لو الديب فريزر المواسير بتاعته نوعيتها مش كويسه. المعيار الثالث وهو ان احنا هنفتح الباب بتاع الفريزر وهنشوف جسم الفريزر من جوه، الجسم بتاعه ايه. في بعض الفريزرات بيكون الجسم بتاعها من جوه ألومنيوم زي الموجود عندكم في الصورة كده، وفي نوع تاني بيكون ستانلس. طيب انهي فيهم الافضل؟ الحقيقة ان الاتنين ليهم ميزة وعيب. لو اتكلمنا الاول عن الجسم الالومنيوم، وده الاغلب والاشهر في الفريزر الصندوق، وده الاكثر انتشارا يعني. الحقيقة ان الالومنيوم بيساعد ان التبريد يتم بشكل اسرع، يعني هو سريع جدا في التبريد. والتبريد في الفريزر ده بيكون عن طريق ايه؟ بيكون عن طريق ان الجسم الالومنيوم ده بيسقع وبيجمد، وبعدين بيتنقل التبريد بتاعه او درجة الحرارة بتاعته القليلة دي بتتنقل بالتبعية للأكل، فبتجمد الأكل اللي جوه. بعكس الديب فريزر الرأسي اللي بيكون فيه زي مروحة كده وبيكون فيه بخار بيتنقل بين الأدراج بتاعت الديب فريزر فبيجمد الحاجات. لا، هنا الجسم نفسه بتاع الفريزر من جوه بيسقع وبيجمد، وبعد كده بينقل البرودة بتاعته دي بالتبعية للأكل وبيجمده. فالألومنيوم هنا فايدته إنه هو سريع جدا في التبريد، لكن ليه عيبين. أولهم إن الفريزر اللي بيكون فيه الجزء الداخلي بتاعه ده يعني مبطن بالألومنيوم من جوه، بيكون شوية فيه زي إيه، كأن حاجات بروز وحاجات كده، كأن في نغمشة كده في الجسم ده، فده يعني مع الوقت بيلم اتساخات. ده أول حاجة. تاني حاجة إن لو في أي حاجة استخدام عنيف شوية مع الفريزر أو حاجة حادة أو حاجة وقعت عليه وهكذا، ممكن الجسم الألومنيوم ده أو طبق الألومنيوم ده تتخرم، وبعد كده تحتاج لحام وبتسرب وهكذا، بيبقى مشكلة كبيرة. لكن لو احنا هنحافظ عليه هيكون الاستخدام بشكل عقلاني، مش هيكون فيه أي تجريح أو تخبيط أو حاجات زي كده، أو حاجة حادة مثلا نستخدمها في الفريزر. فأظن الألومنيوم يعني اختيار مش وحش. الحاجة التانية هيكون أو النوع التاني اللي هو الجزء الداخلي للديب فريزر يكون من الاستانلس. والاستانلس برضو حاجة كويسة جدا. الميزة بتاعته ان هو مقاوم للصدأ، ما بيتاكلش، صلب جدا، فمش سهل ان هو يتخدش او يتخرم او اي حاجة. لكن عيبه ان هو بطيء شوية في التبريد عن الجسم الألومنيوم. طيب اجيب ده ولا ده؟ ده بقى يرجع ليك انت، وحسب اولوياتك، وحسب انت عارفه انت بتستخدمي الحاجه دي ازاي، وحسب انت بتفضلي ايه عن ايه. يعني مثلا ممكن انا بفضل موضوع ان هو يبرد بسرعه عن موضوع ان هو يتجرح او يتخدش او كده، لان انا عارفه مثلا ان استخدامي هيكون ايه بطريقه لطيفه شويه او بطريقه عقلانيه مع الديب فريزر. ممكن حد تاني لا، شايف ان لا، ممكن حد مثلا يخرمه او حد يعمل فيه حاجه، فلا مش مشكله بالنسبه لي موضوع التبريد. وابص اكتر للموضوع اللي هو ان الاستانلس صلب اكتر وما بيحصلوش اي مشاكل وضد الصدأ وكده. فالموضوع ده هيرجع ليكم انتوا في الاخر. المعيار الرابع وهو ان احنا نشوف مدة الضمان بتاعة الديب فريزر. يفضل ان احنا نجيب من الانواع اللي يكون مدة الضمان بتاعها طويلة، لان الفريزر برضو زي ما قلت لكم تاني ان هو من الاجهزة اللي بتحتاج يعني ساعات بتحتاج صيانة من وقت للتاني، فكل ما يكون فترة الضمان اطول كل ما هيكون افضل. 5. نفتح بقى كده الباب بتاع الديب فريزر ونشوف هل فيه اضاءة ولا لا. ضروري جدا وجود إضاءة في الباب بتاع الديب فريزر، والإضاءة الداخلية دي مهمة وضرورية، مش حاجة يعني رفاهية، لأنها بتوضح لك الحاجات اللي جوه وبتخلي يعني بتساعد على الرؤية. خصوصا كمان ان الفريزر كله مرصوص حاجات فوق بعض فوق بعض فوق بعض، فيعني ان كمان ما يكونش فيه نور دي حاجة صعبة جدا. فانا بفضل ان احنا نجيب النوع اللي يكون فيه إضاءة داخلية من جوه. 5. يا ريت الديب فريزر يكون من الانواع اللي فيها شاشة ديجيتال. انا مش من مفضلي قوي ان الاجهزه يكون فيها شاشه ديجيتال، لكن في بعض الاجهزه بحبها بصراحه. ليه؟ لانها بتبين لي الاعطال بتاعه الجهاز. مش عارفه اصلا في عطله ولا لا، يعني مثلا الديب فريزر حصل فيه عطل وانا ما اعرفش، لا قدر الله كل الحاجات اللي فيها تبوظ، هو هيفصل وكل الحاجات اللي فيها تبوظ من غير ما اعرف. فوجود الشاشه اولا هيعرفك ان في عطل، ثانيا هيعرفك العطل خاص بايه. في بعض الفريزرات بيكون فيها زي لمبه كده، بيكون في الفريزر من تحت
اسمها لمبة الالارم او التنبيه او انذار، يعني ان في مشكلة في الفريزر. دي حاجة كويسة برضو، ولكن الشاشة ديجيتال تبقى افضل برضو. 7، يا ريت نختار فريزر يكون الموديل بتاعه فيه قفل، بالاخص لان الديب فريزر ده مستواه مش عالي قوي، فاي حد عنده اطفال هيبقى الموضوع بالنسبه لهم صعب، هيفضل الديب فريزر مفتوح ليل نهار. فوجود القفل بالنسبه للناس اللي عندها اطفال حاجه مش اختياريه خالص. 8، من الحاجات العمليه قوي برضو في الديب فريزر واللي بتختلف وبتريح جدا في الاستخدام، هو ان المفصلات بتاعه باب الفريزر تكون من النوع اللي بيخلي الديب فريزر الباب بتاعه يقف. ما افضلش انا رافعه الديب فريزر بايدي عشان الباب بتاعه ما يتقفلش وانا بدور على حاجه في الفريزر. فلو ديب فريزر فيه الإمكانية دي هتكون حاجة كويسة جدا وعملية جدا بالنسبة لك في الاستخدام. النقطة الثالثة في فيديو النهاردة هتكون ترشيحات لأفضل الأنواع. وخليني أفكركم تاني إن كل الترشيحات اللي هقولها دلوقتي مش كل الموديلات منها منطبق عليها كل المعايير. فنشوف الترشيح بتاع الماركة، تمام الماركة تمام، نبص بقى على موديل جوه الماركة دي منطبق عليه كل المعايير اللي احنا قلناها. أفضل أنواع في الديب فريزر الصندوق هو وايت ويل. وايت ويل كمان بيتميز بوجود بابين جوه الفريزر، مش باب واحد، باب الواحد اللي هو اللي بيترفع ده، والباب التاني اللي هو الباب اللي هو بيتسحب يمين وشمال زي بتاع التلاجات بتاعة المحلات. فدي برضو حاجة بتحافظ على التبريد بتاع الفريزر، ودي حاجة من المميزات بتاعة شركة وايت ويل. فأنا شايفة الديب فريزر بتاع وايت ويل ممتاز. الخامات بتاعته كويسة والتصميم بتاعه كويس، يعني من ضمن أفضل الفريزرات الصندوق الموجودة في السوق. النوع التاني هو ديب فريزر بتاع كريازي، برضو الخامات بتاعته محترمة جدا، كفاءته كويسة قوي، ولكن يعيبه ان بعض الاماكن خدمة ما بعد البيع فيها مش قد كده. فنشوف برضو المكان اللي احنا ساكنين فيه خدمة ما بعد البيع بالنسبة للكريازي كويسة وفي استجابة كويسة ولا لا، ولكن هو كجهاز هو جهاز ممتاز. النوع التالت هو ديب فريزر فريش، وخلي بالكم في فريش بالذات ان مش كل الموديلات منطبق عليها كل المعايير، فاختاروا موديل يكون كويس. اما النوع الرابع فهو ديب فريزر بساب، برضو كويس لكن مش كل الموديلات بتنطبق عليها كل المعايير. النقطة الرابعة والأخيرة في فيديو النهاردة هي ازاي نستخدم الديب فريزر صح. اتكلمنا قبل كده في كل الفيديوهات الخاصة بأجهزة التبريد ان أجهزة التبريد ليها نظام معين للتعامل معاها. اي جهاز فيه فريون يفضل ان بعد، او مش يفضل، هو لازم بعد الشحن والنقل للبيت ان احنا نثبت الجهاز في مكانه لمدة لا تقل عن 6 ساعات بدون تشغيل، وبعدين هنبدأ ان احنا ننظف الجهاز ده من جوه عن طريق حاجة قطن، فوطة او حاجة قطن، ونحطها في مية وخل، ونبدأ ان احنا نعقم الجهاز ده من الداخل. وبعدين هننشف الجهاز كويس، وبعد ما خلاص ثبت في مكانه ال6 ساعات هنحط الفيشة بتاعته ونشغله، وهنستنى شوية، وبعدين نحط الحاجات بتاعتنا فيه تدريجيا، هنرص الحاجات فيه تدريجيا مش مرة واحدة، لان البرودة بتاعته او التبريد بتاعه ما بيبدأش مرة واحدة كده يعلى، فاحنا هنرص الحاجات بتاعتنا تدريجيا. ويفضل ان الفريزر ده عشان بيكون تلج، فكل فترة مثلا لازم ان احنا نفصله، نسيح التلج اللي فيه، نريح الفريزر شوية ونغسله ونعقمه ونرجع نحط فيه الحاجات تاني. ولو الديب فريزر اتحرك من مكان لمكان برضو هنرجع تاني الموضوع ان احنا نسيبه مثلا ما لا يقل عن ساعتين مفصول، وبعدين نشغله وهكذا. خليكم عارفين ان النقطة دي خاصة بكل اجهزة التبريد. اي جهاز فيه فريون يفضل ان هو بعد نقله من مكان لمكان ان احنا نسيبه فترة لحد لما يفضل في مكانه يثبت، وبعدين نبدأ ان احنا نشغله ونرص فيه الحاجات بتاعتنا تدريجيا. بعض الناس بتقول ان انا جبت الفريزر وعملت كده وثبته في مكانه وبعدين شغلته وحطيت فيه الحاجات بالتدريج وهكذا، ومع ذلك لقيت اللمبة بتاعة الالارم شغالة او اللمبة بتاعة الانذار دي شغالة. ده لان الفريزر بياخد وقت شويه لحد لما يوصل لدرجه التبريد المطلوبه. عشان كده بقول لكم ما تحطوش فيه الحاجات كلها مره واحده، ما تكبسوهوش كله مره واحده والحاجات كلها فوق بعض، لا حطوا الحاجات بالتدريج وشويه شويه لحد لما هو يوصل لدرجه التبريد المظبوطه بالنسبه له. اللمبه بتاعه الالارم دي هتفصل. ده بالنسبه للناس اللي لسه شاريين الفريزر جديد. اخر حاجه حابه الفت نظركم ليها بخصوص الديب فريزر الصندوق، هو ان احنا نحاول ان احنا نحط الديب فريزر بتاعنا في مكان جيد التهويه، بلاش يتحط في مكان سيء التهويه او مكان مكتوم. دي اول حاجه. الحاجه التانية ان احنا نحاول ان يكون في مسافه بينه وبين الاجهزه اللي جنبه او بينه وبين الحيطه ما لا يقل عن 10 ل 15 سنتي عشان يكون في مجال للتهويه. فبلاش نحط الديب فريزر في مكان مكتوم، بلاش نكون رصينه في وسط الاجهزه بتاعتنا او جنبه حيطه على طول او لازق فيه الحيطه من ورا، لا لازم نسيب من حواليه من كل اتجاه تقريبا 10 ل 15 سنتي عشان ندي مجال لتهويه الديب فريزر ده وما يحصلش فيه اي مشاكل لا قدر الله.
وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي كان كل النقط اللي حابه اتكلم معاكم فيها عن الديب فريزر الصندوق. يا رب فيديو النهارده يكون افادكم ويكون رد على استفساراتكم. لو عندكم اي اسئله تانية يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات، وهحاول ان شاء الله ان انا ارد عليكم. كمان لو محتاجين فيديوهات لاي حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتات، وباذن الله نعملها في اقرب وقت ممكن. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في فيديو النهارده، سواء بعجبكم فتقولوا لي عجبكم ليه، ولو ما عجبكوش كمان قولوا لي ما عجبكوش ليه، عشان اتفادى الاخطاء دي في الفيديوهات الجايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتم في ريفيو سام، والسلام عليكم.